زعما شنو خير تكون مع شخص أكبر منك ب10 سنين وإلا مع شخص أصغر منك ب10 سنين؟ صحيح الاعتدال باهي في كل شيء، لكن خلينا نعرفوا شنو باش تختار إذا كنت تتحط في موقف كيما هذا. أنا الحق نعرف روحي شنو باش نختار، أما خلينا نعملوا مقارنة. النضج العاطفي مع شخص أكبر منك باش يكون خير، على خاطر عنده قدرة أكبر على فهم المشاعر. الهدف من العلاقة زاد مع شخص أكبر منك باش يكون أوضح عادة، على خاطر عارف روحه شنو يحب من العلاقة وشنو هي الأهداف. بالرغم من أن ماهيش قاعدة، لكن الغيرة والشك مع شخص أكبر منك يكونوا أقل. التواصل أثناء الخلافات زاد يكون خير مع شخص أكبر منك، على خاطر مش باش يميل للانفعال أكثر كما شخص أصغر منك. اللي أكبر عادة يميل أكثر لأنه يكون مسؤول. توا خليونا نشوفوا العكس، الطاقة والحيوية باش تكون عالية أكثر مع شخص أصغر منك بطبيعة الحال. شخص أصغر منك يكون قابل أكثر للتأقلم، خاطر الأكبر منك باش يميل أكثر لأنه يكبش في عاداته وتقاليده. اللي أصغر بحكم عندهم طاقة أكبر يميلوا أكثر لأنهم يعبروا على مشاعرهم بطريقة حماسية وباهية. اللي أكبر بحكم أنضج وعندهم معرفة أكثر يميلوا لأنهم يتحكموا في العلاقة، اللي هي حاجة ما تعجبش برشا ناس. بالنسبة للضغوطات الاجتماعية تفرق إذا كانك طفل أو إذا كانك طفل، لكن بشكل عام العائلات أو المجتمع يقبلوا خير إذا كان تكون مع شخص أصغر منك. وتوا قول لنا أنت شنو تختار؟